المنيو بيبدأ بظل ست عجوزة جوه البيت وسكان البيت دول بيكونوا نايمين. بعدها بنبتدي نتعرف على الأبطال رينيه وجوش، زوجين لسه ناقلين في بيتهم الجديد مع أولادهم التلاتة دالتون وفوستر وبنت رضيعة اسمها كيلي. بعدها بنشوف رينيه بتقوم من جنب جوزها النايم وبتنزل تحت تفتح شنطة السفر وترتب حاجتهم، وهي بترتب الحاجة بتقف وتبص في ألبوم الصور، وساعتها ابنها دالتون بيصحى. رينيه بتوري له الصور اللي في الألبوم اللي بتكون ليها وهي صغيرة، بس دالتون بيبقى عايز يشوف صور لباباه وهو صغير. رينيه بتقول له إن باباه ما عندوش صور كتير لأنه بيخاف من الكاميرا وما بيحبش يتصور. بعدها بشوية رينيه بتكون مضغوطة جدا لأنها لازم تودي الأولاد المدرسة وترجعهم تاني وتاخد بالها من بنتهم الصغيرة كالي ده غير ترتيب البيت. بعدها في نفس اليوم رينيه بتطلع تبص على الدور التاني بعد ما سمعت صوت غريب جاي من فوق، وهي بتفتح النور كسرت سلمة من السلالم الخشب القديم، بس لحسن الحظ ما كانش في حد فوق. وبالليل وكلهم تحت دالتون بيسمع صوت باب بيتقفل في الدور اللي فوق، فبيطلع فوق عشان يشوف في ايه، ومعاه لمبة لعبة في ايده، فبيحط اللعب على الأرض وبيطلع على السلم عشان يفتح النور، بس بيقع من على السلم المكسور وبتخبط في دماغه وبيمسك راسه من الوجع. وفجأة بيبص على الضلمة بخوف والرعب باين في عينيه كأنه شاف حاجة مرعبة. بعدها أبوه وأمه بيجروا على فوق بعد ما سمعوا صريخه وبيسيبوا ابنهم التاني فوستر مع البيبي، وجورج بياخد دالتون على اوضته، ورينيه بتحذره انه ما يطلعش فوق تاني لان الحته دي خطر. وقبل ما رينيه تنزل بتلاقي صندوق فيه نوتات الموسيقى بتاعتها اللي كانت بتدور عليها في كل حته. لغايه هنا كل حاجه كانت تمام. المشكله الحقيقيه بتبتدي لما الصبح بيجي العيله كلها بتفطر بس دالتون لسه مصحيش، فجوش بيروح اوضته عشان يصحيه عشان يجهز للمدرسه، بس عينين دالتون بتفضل مقفوله حتى لما جوش بيهزه. جوش بيحاول يصحي دالتون بس ما بيصحاش وكانه مات، وبيشيلوه بيجروا بيه على المستشفى. والغريب هناك ان الدكتور بيقول لهم ان دالتون في غيبوبه ومش لاقيين ليها اي تفسير، وان كل اشعاعاته سليمه، وان دي حاله عمرهم ما شافوها قبل كده. دالتون بيفضل في غيبوبه 3 شهور، فاهله بيرجعوه تاني للبيت وبيسيبوه على الاجازه لغايه ما يفوق. الفتره دي رينيه بتكون متوتره وبتحاول تكتب اغنيه جديده عشان دي الطريقه الوحيده اللي بتهديها. وفجاه بتسمع صوت غريب في جهاز المراقبه بتاع الاطفال وبيصرخ وبيقول انا عايزه دلوقتي. رينيه بتتفاجئ وبترمي الجهاز من الصدمه وبتجري بسرعه على اوضه كالي وبتشيل بنتها اللي بتعيط، بتهديها وهي عينيها عماله تلف في الاوضه عشان تعرف مصدر الصوت ده جاي منين. وفتحت الدولاب ودورت في كل حته بس ما لقيتش اي حد. بعدها بشويه ابنهم التاني فوستر بيعترف لمامته انه خايف من دالتون وعايز ينقل اوضه تانية يبقى لوحده فيها لانه بيخاف من دالتون لما بيمشي بالليل وهو نايم. رينيه بتتجمد مكانها بعد ما سمعت الكلام ده، وفي نفس الوقت رينيه بتحكي لجوزها عن اللي شافته وسمعته، بتقول له ازاي الصوت اللي سمعته في جهاز مراقبه الاطفال كان واضح جدا، بس لما طلعت ما لقيتش حد في الاوضه. كلامهم بيتقطع لما بيسمعوا حد بيخبط على الباب، وجوش بينزل يشوف مين بس ما بيلاقيش حد على الباب، فبيستغرب وبيطفي النور ويرجع فوق. ورينيه بتسمع صوت كالي وهي بتعيط جامد فبتجري على اوضتها. ورينيه اول ما بتوصل للاوضه بتلاقي راجل غريب واقف، فبتترعب وبتصرخ وبتنادي على جوزها جوش، بس الصدمه انه لما بيوصل الراجل بيكون اختفى ولا كانه كان موجود. بعدها بيسمعوا جرس الانذار بتاع الباب والقفل بتاع الباب بيرن، فجوش بينزل تحت بسرعه وبتصدم لما بيلاقي الباب الرئيسي مفتوح على اخره. جوش بيطفي الانذار وبيدور كويس تحت عشان يشوف مين اللي دخل، ورينيه بتفضل في الاوضه مع دالتون والاولاد. بعدها بنروح لتاني يوم. جوش بيتصل برينيه بيقول لها انه هيتاخر في الشغل عشان عنده امتحانات هيصححها واجتماعات، لكن الحقيقه بيكون خايف يرجع البيت بسبب الحاجات الغريبه اللي عماله تحصل. وفي نفس الوقت بنشوف رينيه مع الممرضه اللي بتقول لها ان دالتون ما بيستجيبش لاي اختبار ولا لاي دواء جديد. ورينيه بتقعد تعيط وبتحكي للممرضه عن الضغط اللي هي فيه اللي بتمر بيه من ساعه ما دالتون دخل في الغيبوبه الغريبه دي. بعدها الممرضه بتستأذن ورينيه بتعدل بطانيه دالتون وبتلاقي حاجه غريبه قوي، تلاقي بصمه ايد مليانه دم على سريره، وده اللي بيخليها مرعوبه ومش قادره تفسر كل الاحداث المريبه اللي بتحصل في البيت. تتصل بجوش على طول وبتترجاه يرجع البيت حالا، وجوش برغم ان عنده شغل كتير بيرجع البيت. ورينيه بتقول له انها خايفه على دالتون وبتقول له على اثر الايد اللي مليانه دم اللي لقيته، وانها حاسه ان في حاجه غلط في المكان ده من ساعه ما نقله، وان البيت اكيد مسكون، وان خلاص هي مش قادره تقعد فيه ثانيه واحده كمان. وبتواجه جوزها انه بيتهرب من الموضوع وسايبهم في الرعب ده لوحدهم بحجه انه بيتاخر في الشغل، وهو بيدافع عن نفسه وبيقول لها ان دي الطريقه الوحيده اللي تخليه يقدر يتعامل مع الضغط اللي بيمر بيه. فبتتعصب عليه وترمي عليه ملاية سرير دالتون اللي عليها بصمه الدم وتقول له اتعامل مع ده بقى. وبالليل وجوش نايم على الكنبه، رينيه بتحلم بكابوس بتشوف حد بيتمشى ورايح جاي قدام اوضه نومهم، وفجاه الراجل الغريب بيظهر جوه الاوضه وبيهجم عليها وصرخها بصحي جوش وكالي. جوش بيجري على فوق بيلاقي رينيه قاعده على الارض بتعيط وبتشاور على الشباك اللي شافت منه الراجل الغريب، وبتقول لجوش انه كان جوه الاوضه. جوش بيبص على الشبابيك بس بيلاقيها مقفوله كويس. رينيه بتقاطعه قبل ما يتكلم وتترجاه يصدقها ويصدق ان هي شافته، وبتفضل تترجاه ان هم يعزلوا بيت تاني، وجوش بيوافق وبيحضنها عشان تهدى. بعدها العيله بتعزل لبيت جديد وحتى والده جوش بتساعدهم في النقل. وفي يوم ورينيه راجعه للبيت بتشوف ولد صغير بيرقص جوه البيت، فبتجري تدخل بس الواد بيختفي كانه فص ملح وداب، والباب الازاز بيتقفل بالراحه. ولما رينيه بتديله ظهرها الولد الصغير بيجري من وراها، ورينيه بتلف بسرعه بعد ما سمعت خطوات جري الولد وضحكته وتمشي وراه لحد اوضه ابنها المكركبه، بس كل اللي بتلاقيه هو الحصان اللعبه بتاعه عمال يتهز. وفجاه الباب بيترزع فبتطلع بسرعه وتبص على دالتون وبتلاقي جزمه الولد مستخبيه في الدولاب جوه اوضه دالتون. تاخد عصايه وبتمشي بالراحه ناحيه الدولاب، وفجاه الولد بيزق الباب ويضحك وهو بيجري، ورينيه مش بتقدر تعمل اي حاجه غير انها تعيط لان محاولتها انها تبدا حاجه جديده فشلت فشل
ذريع. بعديها رينيه بتجيب قسيس وتعرف جوش عليه بسرعة قبل ما يمشي. بعد ما القسيس بيمشي رينيه بتحكي لجوش ووالدته إن الشبح اللي كان في بيتهم القديم جه وراهم، وبتحكي لهم عن الولد اللي كان بيرقص في البيت. والدة جوش بتقول إنها مصدقاها وإنها شافت حلم غريب عن بيتهم الجديد. شافت إنها كانت في البيت بالليل ودخلت أوضة دالتون وشافت حاجة واقفة في الركن وسألتها عن اسمها، بس ردت وقالت إنها زائرة ليهم. والدة جوش سألتها أنت عايزة إيه؟ فردت وقالت عايزة دالتون، وهي بتشاور عليه. وفجأة شبح وشه أحمر بيظهر ورا جوش وبيزعق في والدته، بس لما بيبصوا ما بيلاقوش أي حد. وهي خايفة بيسمعوا صوت دوشة جامدة جدا جاية من أوضة دالتون، وبيجروا بسرعة وبيحاولوا يفتحوا الباب، بس الباب مش عايز يفتح. فجوش بيكسر الباب ويدخل يلاقي دالتون على الأرض وأوضته متدمرة. الحاجات الغريبة اللي عمالة تحصل دي بتخلي والدة جوش تتصل بصاحبتها أليس، واللي بتكون متخصصة في الحاجات الخارقة للطبيعة. أليس بتبعت المساعدين بتوعها عشان يعملوا اختبارات مبدئية، وواحد منهم بيتكلم مع جوش ومراته والتاني بيعمل الاختبارات. في الأول كل حاجة بتبان طبيعية، بس لما بيشوفوا بنات لابسين أبيض واقفين عند أوضة دالتون المساعدين بيقرروا يتصلوا بأليس. وأليس بتوصل البيت الصبح بدري، وبمجرد نظرة سريعة بتعرف إن الأم عملت الحاجة الصح لما اتصلت عليها. كلهم بيدخلوا أوضة دالتون، وأليس بتبص لفوق وبتوصف للمساعد اللي معاها اللي هي شايفاه شبح اسود ووشه احمر دم وعينيه لونها غريب. والمساعد بيرسم الوصف بسرعه على حسب كلام أليس. رينيه بتخطف كراس الرسم وتشوف نفس الشكل اللي والدة جوش شافته قبل كده، فبتقوم وبتولع النور. بس أليس بتفضل مركزه مع السقف كأنها شايفه حاجات العين العاديه ما تشوفهاش. أليس بعد ما بتخلص بتشرح ان دالتون مش في غيبوبه، وبتقول لهم ان البيوت مش مسكونه لكن دالتون نفسه هو اللي مسكون. أليس بتوضح ان دالتون عنده قدره على الاسقاط النجمي وبيعمل ده من وهو صغير جدا، بس هو مش خايف من ده لانه فاكرها احلام. بس عدم خوفه ده خلاه يسافر بعيد قوي في عالم تاني، وده في الارض دي عالم تاني مظلم بعد عالم البشر مليان بارواح الموتى المعذبين. من غير روحه جسم دالتون بقى مجرد جسم فاضي، والارواح اللي في المكان ده شمت ريحته ونفسها في فرصه تانية للحياه، وده عن طريق انها تدخل جسم دالتون. بس في اشباح تانية اوحش منهم، وتوريهم رسمه الشبح اللي شافته في اوضه دالتون، وبتقول لهم ان ده شيطان. الشيطان ده عايز جسم دالتون عشان يأذي بيه ناس تانية، وعشان الاشباح دي تسيطر على جسم دالتون محتاجه وقت وطاقه كبيره، وعشان كده بيلفوا حواليه. وأليس بتحذرهم ان كل ما روح دالتون فضل بعيد عن جسمه كل ما كان اسهل على الاشباح دي انها تلبسه. ورينيه بتسال أليس وهي بتعيط لو في طريقه يرجعوا بيها دالتون، وأليس بتاكد ان في طريقه بس محتاجه ثقتهم الكامله. بس جوش بيرفض لانه شاكك ان هم نصابين، وبيزعق في مساعدين أليس، بيتخانق مع مراته قدامهم، وفي الاخر بيطرد أليس ومساعدينها. بالليل جوش وهو في اوضه دالتون بيكتشف ان ابنه كان بيرسم نفس شكل الشيطان اللي أليس وصفته، وجوش بينهار من العياط بعد الاكتشاف ده. وبسبب ده بيوافق اخيرا انه يرجع دالتون بخبره أليس. مساعدينها بيركبوا كاميرات عشان يصوروا اي تغييرات في الجو سواء في الكهرباء او في درجه الحراره. الجلسه بتبدا وبيكون هدفها ان هم يتواصلوا مع دالتون، بس لما روحه بتظهر الشيطان بيستخدم جسمه عشان يحارب المجموعه، والاشباح التانية اللي عايزه تلبس جسمه بتهاجمهم. والاشباح دي بتخوف جوش ومراته، وأليس بتؤمر الشيطان انه يسيب جسم دالتون، وبعد ما بتأمره كذا مره الشيطان بيسيب جسمه فعلا. بعد الجلسه أليس بتكشف لجوش ومراته ان جوش كمان عنده القدره على الاسقاط النجمي. بيطلع ان أليس ووالدة جوش اتقابلوا قبل كده بسببه، لانه كان بيترعب كل ليله من روح شريره لواحده ست عجوزه. والدة جوش بتوريهم صوره لجوش وهو صغير، وبتكشف عن خيال الست العجوزه نفس الست اللي ظهرت في اول الفيلم. الست العجوزه بتقرب في كل صوره لغايه ما بتبقى على بعد خطوات منه، وده السبب ان جوش ما عندوش صور وهو صغير كتير وبخاف يتصور. بس جوش مش فاكر اي حاجه من دي لانهم قفلوا على ذكرياته وقدرته على الاسقاط النجمي. كانت الطريقه الوحيده عشان يمنع الست المرعبه دي من انها تلبسه. أليس بتشرح ان الست العجوزه دي هي اللي سحبت روحه، وهي اللي سحبته للارض الغريبه دي زي ابنها بالظبط. وأليس بتقترح ان جوش يستخدم قدرته على الاسقاط النجمي عشان يلاقي ابنه ويساعده يرجع لجسمه، وهو ما بيصدق يلاقي حاجه هترجع له ابنه وبيوافق على طول. وأليس بتقعده على كرسي وتدخله في حاله نوم عشان تجهزه للاسقاط النجمي. ومساعدة صوت أليس جوش بيطلع بره البيت وبيدخل الارض التانية عباره عن فراغ وشبوره ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش حتى نور. وجوش بيقابل ولد صغير بيفتكره دالتون وبيمشي وراه في الضلمه. الولد بيقف وبيشاور على البيت اللي عزله منه. جوش بيدخل البيت على امل انه ابنه يكون جوه. جوش بتخض من ست لابسه حاجه شبه فستان الفرح، طرحه طويله، وبياخد وقت عشان يفوق من الخضه. ولما بيمشي وراها بتكون اختفت، وبيطلع فوق بعدين بينزل تاني لما بيسمع صوت حد بيصفر، وبيلاقي عيله واقفه كانهم تماثيل. جوش بيسيبهم وبيدور على دالتون، بس بيرجع تاني لما بيسمع صوت ضرب نار. بيلاقي العيله قاعده على الكنبه مصدومه من واحد من افراد العيله بيبتسم ابتسامه غريبه قوي. جوش بيلف الناحيه التانيه لثانيه واحده، بس فجاه بيلاقيهم كلهم قدامه بيبتسموا بشكل مرعب. جوش بيطلع مرعوب على الدور التاني في بيتهم القديم، وهناك بيكتشف باب احمر نفس الباب اللي دالتون رسمه قبل ما يتوه. جوش بيمشي ناحيته، بس قبل ما يدخل الراجل العنيف اللي هجم على رينيه بيظهر وبيهجم عليه وبيضربوا بعض. وجوش كان هيخسر، بس بسبب كلام أليس بينجح في ان هو يكسبه. بعدها جوش بيدخل من الباب، والمره دي بيلاقي دالتون اخيرا. جوش بيجري على ابنه وبيفكه من السلاسل، بس الشيطان بيحس بوجود جوش وبيهجم عليه قبل ما يمشوا. بس جوش بيحاول يهرب من الشيطان وبيشيل دالتون عشان يرجعه لجسمه تاني، وبينجح في ان هو يهرب منه. بس بيقابلوا اشباح تانية في طريقهم، والبيت
بيبدأ يتهز ورينيه بتنادي على جوش وبتوجهه، والاتنين بينجحوا أخيرا في الرجوع لبيتهم الجديد. بس الأرواح التانية سمعت صوتها والأرواح بتملى البيت، وجوش مش بيمشي ورا ابنه بعد ما بيشوف الست العجوزة. ودالتون بيقابل الشيطان تاني اللي لحقهم، فبيجري على طول على اوضته عشان يلحق يدخل جسمه. في نفس الوقت جوش بيواجه الست العجوزة وبيزعق فيها وبيقول لها تسيبه في حاله لأنه ما بقاش خايف منها. مع صوت رينيه وزعيق جوش الست العجوزة بترجع وبتختفي في الضلمة. بعد لحظات جوش وابنه بيصحوا، وفي نفس اللحظة الأرواح الملعونة اللي كانت عايزة تلبسهم بتختفي. وبعد كده العيلة بتتلم في المطبخ وبيتكلموا هم فرحانين، وأليس وجوش بيلموا الحاجة اللي استخدموها في الجلسة بعد الليلة الطويلة. وجوش بيديها صور طفولته وهي بتاخدها منه، بس بتحس بحاجة غريبة. أليس فجأة بتاخد صورة لجوش وهو بيتجنن وبيصرخ فيها إنه ما بيحبش يتصور. جوش بينط عليها وبيخنقها لحد ما تموت وهو بيصرخ فيها. رينيه بتسمع صوت صريخ جوش فبتروح الأوضة اللي هم فيها وبتلاقي أليس ميتة وجوش مش موجود. رينيه بتدور عليه في البيت وبتقلب عليه الدنيا، بس بتكتشف إن الكل اختفى والبيت ساكت. بتلاقي كاميرات أليس وبتتصدم لما بتشوف صورة للست العجوزة. وهنا بنعرف إنه لما جوش ادى لأليس الصورة، أليس شافت إن إيديه وضوافره وسخة وشكلها عجوز شبه إيدين الست العجوزة. لما أليس صورته الفلاش كشف الست العجوزة، وده معناه إنها نجحت وقدرت تلبسه. ورينيه بتسمع صوت جوش وهو بيحط إيده على كتفها وبيقول لها رينيه أنا هنا أهو. والرعب بيسيطر على وشها وهي بتلف تبص وراها. وهنا بنشوف الست العجوزة بتطفي شمعة في الضلمة. وده كان فيلم انسيديوس شابتر، ودي بتكون نهاية فيلمنا بس مش نهاية السلسلة. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم باقي أجزاء السلسلة.